إلى الصف الجالية يؤكدون دعم الاستثمار والدفاع عن مغربية الصحراء. هذه النقطة تهمني في قضية اللوبي المغربي في العالم وخاصة في أوروبا. حبينا ولا كرهنا، هذه حقيقة، والإعلام المغربي راه يسمع فينا، وأنا عندي متابعين كثير من الخونة والعملاء والذباب الإلكتروني المغربي ومخابرات الحموشة راهم يتبعوا فيا الآن في المباشرة، يشوفوا فيا جماعة الحموشي وكيكمل الفيديو يقطعوا لي بتي مورسو ويعطوهم الحموشي وجماعته يقراوهم. أنا نقول له الحموشي وجماعته، نقول له أعترف أنكم متمكنين جدا 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 في صناعة اللوبي المغربي في الخارج وفي أي دولة في العالم، وليس فقط في أوروبا أو في أمريكا أو حتى الدول العربية. عندما تزور سلطنة عمان أو الإمارات أو قطر أو السعودية أو أي دولة عربية تجد اللوبي المغربي منظم تنظيم محكم. أي معرض تجد الجناح المغربي من أفضل المعارض، هذه حقيقة. أي معرض، معرض الأكل، معرض اللباس، معرض الصناعة التقليدية، معرض الموسيقى، معرض الرقص، معرض السياحة، أي معرض، أفضل جناح هو الجناح المغربي، أو على الأقل من بين أفضل الأجنحة. والجناح المغربي دائما، الجناح المغربي دائما أفضل من الجناح الجزائري. حقيقة لازم نقولوها، ما نخبوش. الجناح المغربي دائما، شاركت في معارض في سلطنة عمان، شاركت في معارض في الإمارات، شاركت في معارض في الدوحة، شاركت في معارض في فرنسا، في بريطانيا، في بلجيكا، في هولندا. كي نقول شاركت معناتها رحت حضرت، شفت بعيني معارض. دائما الجناح المغربي ممتاز تنظيما وحضور وديكور وكل شيء. المعرض الجزائري للأسف الشديد تلقى جايب المسؤول جايب أخته وأخت مرته وجايب مرته ونسيب وليد عم خالة مرته، وإذا كان بقاو زوج بلايص يجيب الشوفير تاع بنت عم خالة خالته، لا فامي تاعو يجيبهم في تذاكر طائرة خالصين من القنصلية ولا من السفارة، لوتيل خالص من السفارة، وكل شيء معناتها جايب فاميلته وصحابه والعائلة نتاعو شاركوا في المعرض. ما يجيبش أهل اختصاص، لا، يجيب العائلة نتاعو، ستين اوكازيون جايب لا فامي تاعو على ظهر الدولة، يفوتوا الويكاند ولا يفوتوا إن سمان في المعرض الجزائري في كذا. بينما الجناح المغربي يجيب أهل الاختصاص، أهل الاختصاص يجيبهم يقدموا يعني المنتجات المغربية أو الواجهة المغربية في المعرض. آخرها المعرض، معرض السياحة في بريطانيا، اللي كان جناح المغرب من أفضل أجنحة المعرض. هذه حقيقة للأسف الشديد، هذه حقيقة. إذا إحنا للأسف ما عندناش لوبي. الجزائر فيها، فرنسا فيها حوالي 4 ملايين ولا أكثر، ممكن 5 ملايين جزائري، لكن ما كانش لوبي مؤثر. في بلجيكا ما كانش، في سويسرا ما كانش، في بريطانيا ما كانش، في هولندا ما كانش. بينما المغرب عنده. هنا في فرنسا المطاعم المغربية التي عندما تدخلها تتأكد أنها مغربية، الطاجين مغربي والقعدة مغربية والهضرة مغربية والموسيقى مغربية. على الأقل كاين حوالي 20 مطعم، أقل شيء 20 مطعم. الجزائر للأسف الشديد ما كانش. تلقى كاين مطاعم جزائرية، لكن تلقى عنده الطاجين، تلقى عنده مش عارف انايا ماكله بريطانيه سويسريه، ما يعني ماهوش نقولوا قال مطعم جزائري. عمري ما دخلت مطعم هنا في باريس او سمعت مطعم هنايا قاعده جزائريه 100% وماكله جزائريه، عمري ما لقيته. بينما المغارب معمر، المغرب تدخل تلقى ديكور مغربي واكل مغربي وطاجين مغربي وكلش مغربي. للاسف الشديد ما كانش لوبي، وهذو عندهم علاقه بالقنصليه والسفاره واللوبي والجمعيه وكذا وكذا. احنا ما عندناش منظمين. في امريكا، في بريطانيا، في كل دول العالم موجودين، احنا ما عندناش. هذا دور المصالح القنصليه والسفاره والجاليه، وهذا دور لازم يكون فيه تكاتف، فيه تعاون، فيه تنسيق. احنا ما كانش. القنصليه الجزائريه تحتاج الجاليه الجزائريه وقت الانتخابات يبوسوا لهم رجليهم، اس ام اس وتليفون يرحم باباك روح وشاركوا معنا وكذا. تنتهي الانتخابات واحد ما يحوس عليك، تروح ليهم تلقى القنصليه مسكره، يقول لك دير رونديو. للاسف الشديد